السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في خير. كل سنة وانتم طيبين. هكمل معاكم بقى الجزء التاني من الفيديو بتاع الشنطة الاوريجينال. دي شنطة الجس. في الفيديو الاولاني كان الاسود، وده اللون التاني بتاعها، وفي منها سادة خالص. هنشوفه برضه. بحاول موضوع فتح التغليف ده حاجة صعبة جدا. هو سهل لو قطعناه، بس انا بحاول ان انا ما اقطعهوش عشان يقفل زي ما هو. بصوا حلوة قوي بقى اللون ده، اكتر لون عليه اقبال، اللون الجملي. وفي منها زيها المقاس الكبير تحفة برضو، نبيتي وجملي. بصوا حلو قوي ازاي. جميلة جدا. لسه بقى الفيديو فيه بقى حاجات احلى من الفيديو الاولاني كمان. حذروا فزروا، دي انهي شنطة؟ عشان كده دايما بحب ان انا ما مفكش في الكاميرا، بياخد وقت كتير قوي. بس انا قلت برضو عشان في يعني ناس كتيرة دايما بتقولي بتيجي ازاي الشنطة. الشنط بيبقى فيها ايه؟ مش شرط تاخدوا بالكم كل مرة تيجي بنفس التقفيل. يعني في شنط كنت بجيبها من امريكا تومي، كانت بتيجي من غير ورقة ولا اي حاجة ولا كيسة. دي شنطة جاز جميلة، دي كان عليها اقبال خطير دي. بجد شنطة حلوة قوي، وشنطة جميلة جدا وغنية وشيك كده، ومناسبة جدا لكل الامهات. يعني هدية جميلة كمان. الشنط دي جاية من غير الشوبينج باج، بس انا بطلعها يعني لما ببقى عارفة ان هي حد هيهديها لمامته او يعني حماته او كده، بطلع الشوبينج باج هدية مع الشنطة عشان تبقى هدية لطيفة جدا. بحب الحاجات، بحب السربرايز او يعني واحد تقولي مثلا عامله مفاجأة لماما، تلاقيه مظبطه لها الشنطة والتغليف بتاعها وكل حاجة. البطانة بتاعتها كل التفاصيل، كل تفاصيل الاوريجينال. الشنط دي كلها بتبقى اوتلت. قاعدة مع نفسي قلت ابدا لازم اطلع الدراع الكروس وافك واركبه. شوف الشنطة الكروس دي، الشنطة بالكروس عاملة ازاي. بس في شنط بيليق عليها هاند باج، وفي شنط بتليق عليها ان هي تبقى كروس. انا الشنطة دي ما تليقش عليها ان هي تبقى كروس اكتر يعني من الهاند باج. بس هي شنطة الصراحة جميلة جدا، والاكسسوارات بتاعتها تقيلة. في فرق خامات من الشنط خطير. انا بحب الشنطة مش التقيلة، ان هي تبان ان هي تقيلة. في شنط يعني ممكن دي تتقلد تبقى شنطة خفيفة، ما بحبهاش، بيبان التقليد فيها قوي. بجد حلوة. ولازم ارجع الورق مكانه عشان تتقفل بنفس التغليف. قصة صعبة بصراحة. عشان كده مش دايما اللي بيجي بعرف اصوره كل مرة واحدة. يعني فيديوهات الشورتس او التيك توك بالنسبة لي تبقى اسرع، عشان فكرة باخد وقت في الفتح والقفل واغلفها نفس التغليف بقى. دي كيفلين كلاين، مش كيلفين كلاين. انا قلتها غلط. دي طبعا كروس طبعا، صغيرة جدا. يا ريتني كنت سرعت الفيديو قبل ما احط الصوت فيه عشان ما ازهقكوش. معظم الشنط دي لسه موجودة لحد دلوقتي. جميلة قوي. بس هي شنطة كروس صغيرة، يعني أصغر من مقاس العشرين. بس هي عميقة يعني، بس هي دوبك برضو تليفون، ولو المحفظة كبيرة شوية ومنديل أو كريم، وخلاص كده الشنطة هتبقى حلوة مش منفوخة يعني.
شوف اللي بعدها. دي بقى الشنطة اللي هي الجس اللي انا صورت لكم في اول الفيديو الجملي بتاعها، وفي الفيديو القديم اللي هو الاسود في رسمة الجس من قدام. ولا دي الكلفن؟ دي الكلفن السودا، سوري معلش. الشنطة الكلفن دي في الصورة آه شكلها اجمد من الطبيعة، يعني اتفوجئت بحاجات كده فيها مش كانتش بالنسبة لي احلى حاجة. معلش يا جماعة، انا هكمل الفيديو واخواته يتصرفوا معايا بقى بره، سامحوني. شكلها حلو جدا، السلسلة خفيفة، يعني هي الشنطة على بعضها خفيفة، ممكن حلوة جدا لناس يعني لو كده. انا بالنسبة لي ما جاتش معايا بصراحة، مع انها حلوة جدا ومقاسها تحفة و... وعملية جدا، بس مش بحب السلسلة الرفيعة شوية. موال في جوه، حاطين موال. هي من جوه طبعا مش مبطنة، ونسيت اقول لكم ان هي بتتفتح زي الجاكيت زي الجاكيت كده، بيتفتح لاخره كده وبيتفك من تحت وبيتركب. انا ما خدتش بالي خالص بقى غير بعد وانا بقفل الشنطه لقيتها فكت معايا. فاهمين الطريقه عامله ازاي؟ طبعا دي بقى تنفع كروس طويل. بص بقى، هي عيبها حاجه يعني بالنسبه ان انا قصيره شويه او الناس القصيره شويه، الشنطه دي الكروس بتاعها طويل، يعني لو هلبسها انا كروس هتنزل لبعد مثلا الجوانب بشويه، تمام، لان الكروس بتاعها طويل. لكن هي في الطبيعي اللي شاريها هيلبسها كتف، تمام، ولو واحدة طويلة قوي هتوصل لجنبها، بس هي متجابة عشان تتلبس كتف، فده بالنسبة لي برضو مش احلى حاجة. دي برضو كيلفن كلاين، انا تقريبا خليت الكيلفن للاخر. بصوا الجمال، والله العظيم ما شاء الله، اكاد من فرط الجمال اذوب. خدوا بالكم والله انا مش ببطأ، انا فعلا بطيئة، يعني حتى في التقطيع بقطع الحاجة ببطء، يعني بقطع الدراعات ببطء. انا كده مش ببطأ عشان فيديو يطول، بالعكس. ما شاء الله، بصوا بقى من جوه عامله ازاي. كده انا وضحتها لكم اكتر، صح؟ شايفين من جوه ده اللي هي الجيب اللي جوه وبس كده. شنطه جميله جدا وشيك وحلوه قوي، بس هي تتمسك كده وخلاص، مش محتاجين حاجه تانية. يلا اللي بعد. عايزه اقول لكم رغم كل الترتيبات دي وبرضه اتلخبطت في التغليب. نشوف الكلفين اللي بعد كده. شفتوا الكنبه كانت مليانه بقت فاضيه اهي. دي بقى يا جماعه انا مهما اوصف لكم جمالها بقى، شنطه شيك جدا جدا وحلوة قوي، ولونها عمره ما بيروح، والستايل ده ما بيخلص، كل سنة لازم برضه تتجاب. البوكس بتاعها محترم قوي، يعني شايفينه؟ انتوا شايفينه اصلا عامل ازاي؟ بصوا، تحفة تحفة تحفة. البوكس بتاعها يعني متين جدا، اللي هو بيفضل كده على حاله اطول وقت، مش بيتنى ولا حاجة. بس بقى من جوه كمان راحة نفسية لما تكوني لابسة شنطة انتي واثقة فيها من جوه من بره من كل حاجة. رغم ان انا ساعات بلبس شنط مصري يعني، بس الصراحة بختار اللي هي الحاجات اللي تبقى قريبة جدا من من المستورد خالص.
بلم بس شوية الحاجات دي. والله بصور الفيديو بنسى انا صورت ايه. اهي هي دي. لا دي بقى توري بورش ميرور اوريجينال، تحفة، سعرها كان تحفة. بصوا الاكسسوارز بقى، كنت متعمدة اوريكم السمك بتاع الاكسسوارز بتاعتها والشياكة كانت خطيرة ما شاء الله. عايز اصوركم بقى الدراع يا قمر 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 كده وليدي وبتاع، بس مش كل حد يحبها التوري بورش دي. وبتتقفل بصوا ازاي بقى، زي ايه، زي مغناطيس بتقفل على بعض، يعني من غير كبسولة ولا حاجة، ومعاها دراع الكروس بتاعها. طبعا الشنطة دي مش هتبقى حلوة وهي بالكروس اساسا، فعشان كده ما اهتمتش. وبس كده يا بنات، وخلصت خلاص.